شكرا صاحب المعالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا كنت فرح بوجود اليوم مع أخي وصديقي صاحب المعالي السيد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لأني كنت مرتاح لهذا اللقاء وأبلغته رسالة شفهية من فخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الموريتانية، وهي رسالة شفهية موجهة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وتمنياته له بموفور من الصحة والعافية، وللشعب المغربي الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار، وتقدير فخامة السيد الرئيس كبير للحكامة الرشيدة وسداد الرأي في مسيرة المغرب في البناء والتنمية، وهذا كان مهم جدا. وأذكر أن الرسالة تدخل في إطار سنة التشاور والتنسيق الحميدة بين البلدين الشقيقين، وخاصة القائدين، وهذا أظن مهم جدا. وجرت المحادثات فعلا حول الأوضاع للمستوى العربي والإفريقي والإسلامي، والتحدث أيضا عن بعض من الرهانات اللي قائمة اليوم على المستوى الدولي، وهناك تطابقت وجهات النظر في تحليل هذه الأمور، وهذا فعلا مهم جدا. والعلاقات الثنائية بين البلدين هي مبنية على أولا على نسيج قوي من المسائل. أولا الدين والدم كما قيل، العلاقات التاريخية كما ذكرت حالا، وهذا مهم، وهذا يعطيه إذن هناك مؤهلات لتعزيز وتطوير هذه العلاقات. ونختار نقول في هذا النطاق لأن ما دام هناك هذا التنسيق بين القطاعين وبين قائدي البلدين، وهناك أيضا البحث دائم عن مصلحة البلدين وما يهم الشقاء الشعبين وتطلعات الشعبين أيضا. إذن كل الأمور تجد حل في إطار هذا التنسيق الذي سواء كانت خاصة بعض الأمور عالقة حالا متعلقة بالشاحنات. قلت معالي الوزير حالا أن هناك مسلسل سيجد حله، ولا بد من يجد حل في إطار التنسيق بين البلدين، وهناك فعلا آفاق إن شاء الله لتعزيز هذه العلاقات وتعميقها حول اتجاه إن شاء الله آفاق أرحب إن شاء الله وأوسع. وإن شاء الله شاكر معالي الوزير وأخي العزيز على الاستقبال الحار، وهو دائما استقبال أخوي ومثمر وإيجابي. شكرا.